النهارده كنت بحضر فرح حد حبيبي. وقفت عند مشهد العريس وهو بيستلم العروسة من ايد ابوها، وشفت دموع ابوها اللي خلطة الفرح بالحزن. وقفت عند السؤال او الجملة دي: خلاص كده الراجل ده خلص رسالته من الحياة؟ ومن ساعتها وانا بفكر في اجابة السؤال. يا ترى الاب ده خلص دوره وخلص ابوته، ولا اتنقل من ليفل مسؤولية لليفل تاني؟ وانت كمان يمكن وانت بتسمعني دلوقتي لو انت لسه شاب متجوز جديد، ممكن تبقى الحدوتة بعيدة عنك، او ممكن يبقى عندك احفاد ومريت بالتجربة دي قبل كده وعندك اجابة. لكن في كل الاحوال السؤال اللي بنطرحه النهاردة: هل الابوة ليها نهاية، ولا هي لعبة بتتجدد باشكال مختلفة لحد اخر العمر؟ يا ترى امتى بتنتهي الابوة؟ الإجابة هنا إن الأبوة عمرها ما بتنتهي. الأبوة عبارة عن محطات. أول محطة هي محطة زواج الأبناء، وهنا بعض الآباء بيظنوا إن دورهم انتهى، لكن الدراسات بتأكد إن الأبوة ما بتنتهيش هنا. بالعكس، أنت دورك هنا اتنقل من مربي لصديق وأخيرا مرشد. ولكن اختبار مرحلة العش الفارغ، يعني العش اللي انت بنيته وفي انت وزوجتك وولادك، والولاد بدأوا يتركوا البيت، بيتقال عليه الامتي نست. لحظة مغادرة البيت هي اختبار نفسي حقيقي للأب. والدراسات هنا بتأكد وبتقول انه الآباء اللي قدروا يحافظوا على علاقات نشطة مع أبنائهم بعد استقلالهم كانوا أكثر رضا وسعادة في البيت ده. تاني محطة بيمر بيها الآباء مرحلة إن أبنائهم يخلفوا، اللي هم بياخدوا فيها لقب الجد. الأبوة هنا بتدخل في دايرة جديدة وفي مرحلة جديدة. الأب هنا بطل يربي، لكن دوره نقل القيم للأحفاد. وهنا بيجي دور نظرية تراكم الأدوار، الأكيوميليشن أوف رول، وكأن كل مرحلة من مراحل الأبوة بتثقل اللي بعديها. فأنا الأول زوج وعندي استعدادات ما بعملها، بعدين أب وبدأت أجرب وأغلط وأجرب وأغلط، وبعدين أوصل للمراهقة فيبقى عندي مجموعة من التحديات الأخرى ليها علاقة إني بتنقل من دور المربي لدور المرشد، وبعدين ولادي يتجوزوا فأبدأ أختبر الوحدة من أول وجديد وأتعرف على شريكتي من أول وجديد، لغاية ما ببقى في المرحلة الأخرانية مرحلة الجد. فكأنه كل دور بيثقل الدور اللي قبله وباخد منه خبرة وقيمة وبنقلها. فالجد هو المرشد والصديق. والدراسات بتؤكد كمان انه الرفاهية النفسية بتزيد للآباء، او خلينا نقول بقى هنا للأجداد، كل ما بيمارسوا دورهم الجديد كجدود. آخر محطة هي محطة الموت، ودي ما بتكونش النهاية. الأب بيكمل في قلوب ولاده وبناته وحكاويهم وجوه أنفسهم، حتى بعد رحيله بيكون حاضر في الضمير، زي ما كان فرويد كان بيقول إنه الأب بيكون الصوت الداخلي. الموت هنا بيكون بداية رحلة جديدة لصورة الأب، وهنا أنا بأكد لصورة الأب مش الأب، والأثر اللي اتساب إما من خلال ممارسته لدوره مع أبنائه أو اللي اتحكى عنه. الله يرحمه أبوك كان بيعمل كده، الله يرحمه أبوك كان بيقول كده. الأثر ده هو اللي بيخلي الأبناء يمروا بمراحل كتير حسب الأثر اللي الأب سابه جوه ولاده. وخد بالك ده هيحصل سواء انت عشت معاهم يوم أو عشت معاهم 60 سنة. لو اتولدوا ما لقوش أب، أو اتولدوا عشت معاهم شوية ثم توفاك الله. ليه؟ لأنه ده احتياج فطري. يمكن الفرق بس إن جودة ونوعية الأبوة اللي جوه كل طفل من دول هتفرق. في ولد أو بنت هيدور في كل راجل على أب له، وفي واحد هيصلح وياخد من كل صورة أب اللي محتاجه أو اللي محتاجاه. وفاة الأب ونوعية وجوده بتغير في شكل دايرة الفقد، وبتأثر على جودة مراحل الفقد من أول الإنكار ولغاية القبول. زي ما احنا شفنا كده إنه رحلة الأبوة ممتدة حتى بعد الوفاة. بس يا ترى الإنسان ممكن يستفيد إيه من أثر الأب واستمرار الرحلة حتى بعد اختفاء الجسد؟ أول حاجة، الأبوة ممكن تمد الراجل بمعنى جديد حتى آخر عمره. يعني
كل ما غيرنا في الادوار وكل ما علينا بالمستوى، كل ما في معنى جديد وقيمه جديده بتخش لوعي وروح الاب. تاني حاجه، في دراسات اتعملت في 2017 بتقول انه الذكور او الرجال اللي كانوا ابهات عمرهم بيزيد سنتين مقارنه بالرجال اللي ما مارسوش دورهم كاباء. يعني ببساطه الابوه مش بس بتطول عمر الولاد، دي كمان بتطول عمرك كأب. الحقيقة الأبوة ما بتقفش عند سن أو حدث، هي رحلة بتتبدل فيها الأدوار زي ما قلنا، من مربي، مرشد، صديق، حكيم، وبتتحول من علاقة يومية لتأثير ممتد بتغير في القيم، في الذكريات، في الضمير، في اللاشعور، وفي الأحفاد. الأبوة مش لعبة وليها نهاية، الأبوة ملحمة تتغير أدوارها وعمرها ما بتخلص. يمكن في لحظة تحس إنك انسحبت أو اتهمشت، لكن الحقيقة إنك مجرد ما دخلت في لعبة الأبوة كل يوم بتعدي فصل جديد. أنت يمكن دلوقتي فاكر نفسك في لحظة جواز ابنك، في لحظة أول حفيدة ولد، أو يمكن بتفتكر أبوك بعد ما مات ولسه سامع صوته جواك. والسؤال اللي عاوز أسيبه معاك دلوقتي، لو أنت أب، سواء أبوك عايش أو توفاه الله، هل أبوته انتهت جواك ولا بتفتكرها؟ يا ريت تجاوب على السؤال ده وتبعت لنا الإجابة في كومنت أو ريل، هننبسط بيه جدا. ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك، شير وسبسكرايب.